السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى وبارك فيكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في سلسلة مصابيح التي نعلق فيها على الفيديوهات التي ترسلونها لنا إلى حساب تليجرام الذي يظهر أمامكم. وقبل أن نبدأ لابد أن أذكركم بالذهاب إلى قناتي الأساسية التي تجدون عليها الدروس العلمية وغير ذلك. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مهتم بموضوع الرزق؟ ركز معي. فعلا في آيات فسرت خطأ وحرفت معانيها وضللوا الناس. من المفترض أنه سينبهنا إلى التحريف الذي لم ننتبه إليه بجهل. جاني سؤال أن الله سبحانه وتعالى قسم بين معيشتنا في الحياة الدنيا بناء على آية: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفضلنا بعضهم على بعض درجات. الآية تشرح أن الله سبحانه وتعالى قسم بيننا معيشتنا بناء على ما نستحق من أعمال، وش اللي قدمنا وش اللي سوينا. ويقول معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى قسم بيننا معيشتنا بناء على أعمالنا نحن. إذن البداية من عندنا، والله سبحانه وتعالى من عنده ردة الفعل وليس الفعل، ليس ابتداء الفعل. مع أنه لو قرأ الآية من بدايتها قال: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني سخرة خدمة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. كلام المتكلم هنا جعل فعل الله هو ردة فعل ما نبنيه نحن، فبناء على أعمالنا الله يقسم الرزق ويقسم الحياة. والآية العكس، بل هي ترد على هذا الطرح ويقول الله: أهم يقسمون رحمة ربك. ليس نحن الذين نقسم رحمة الله، بل نحن التابع. ثم قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، إلى آخر الآية والآيات يعني في السياق. إذن الله هو الذي يجعل وليس نحن الذين نفعل، وبناء على أفعالنا الله سبحانه وتعالى يقسم. ليس المعنى أن الله قسم لك شيء محدد ما تأخذ أكثر منه ولا أقل منه، لا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في آيات أخرى أن نسعى له للرزق. أمرنا أن نسعى وكتب لنا ما سنسعى إليه. أمره بالسعي لا ينافي أنه سبحانه وتعالى قدر لنا رزقا معينا. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نغذي أجسامنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فنحن نأكل، الله عالم كم سنأكل وقدر علينا كم سنأكل، وكم من الغذاء والفيتامينات والمعادن والأشياء التي ستمتصها أجسامنا وتستفيد منها. هذا قدره الله علينا، وهذا لا ينافي أنه أمرنا بالأكل، فنحن أخذنا بأمره كما أمرنا وكما قدر لنا وأكلنا واستفادت أجسامنا من هذا الأكل. كذلك في العمل والرزق. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هو الآن يريد أن يعلمنا القرآن الكريم ويعلمنا التفسير الصحيح للقرآن الكريم، ثم يقرأ لنا آية بقراءة غلط. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن وليس وأن، ليس للإنسان إلا ما سعى. فالذي لا يحسن قراءة القرآن كيف سيصحح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تفسيرها لهذا القرآن؟ في أي شيء أنت تبغاه في حياتك، حتى في الأرزاق وغير الأرزاق. لذلك الله سبحانه وتعالى وعد المتقين والمؤمنين في آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المعلومات، الفهم والإيمان بالوفرة بالرزق بالغنى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من أسماء الله الرزاق الوهاب الغني الكريم. طيب، قلنا هذا لا يتنافى أبدا مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لنا كل ذلك، ولكن هذا الذي قدره الله لنا جعل الوصول إليه لا بد له من سعي. بس فيديو للبوطي يتكلم فيه عن التوسل. طيب إذا كان هيك ومات وما في فايدة، ليش بالصلاة يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو معترض أن الوهابية بين قوسين عباد الوهاب يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا يدعى أو لا هكذا، يعني لا يتوسل به مثلا، فسيقول كلاما غريبا. اسمعوا. وانت قاعد تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما هو مات. نعم هو مات،
لكن عندما نقول السلام عليك أيها النبي، هذا السلام سيأخذه ملك ويوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. هل هذا ينافي أنه مات؟ لا ينافي أنه مات. المشركون لما النبي صلى الله عليه وسلم مر في قبورهم فقال يا فلان يا فلان يا فلان أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له الصحابة أتكلم أجسادا هامدة؟ فقال فيما معناه يعني، فقال ما أنتم بأسمع منهم، يعني هم يسمعوني كما أنتم تسمعوني. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يبلغ الموتى وهم موتى صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جميع الناس عندما يموتون يأتيهم الملك فيسألهم أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينكم؟ من ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فكما أن المسلمين والمشركين بعد موتهم تأتيهم الملائكة وتسألهم، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك ويبلغه السلام وهو ميت. فموت الإنسان لا ينافي أن روح الإنسان قادرة على الإدراك بحد معين. لمين عم تحكي أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ هل تصح صلاتك بدون ما تحكي هالكلام؟ لا تصح لأنها ركن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بنفس التشهد أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وليس عباد الله الصالحين جميعهم يسمعون، ولا نقول إن عباد الله الصالحين جميعهم أحياء. ليش بتحكي هالكلام هذا؟ شوف، إذن مع رسول الله معك. هذا كلام فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان معنا لكنا جميعا صحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتفق المؤمنون والعقلاء حتى أنه في قبره عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا فهل يجوز لمجرم أن يحرق قبره عليه الصلاة والسلام؟ سيقول جميع المؤمنين لا يجوز ذلك، ولو كنت أنت في غرفة وحدك فقال إنسان كل من في الغرفة شبيه مجرم، كلامه صحيح، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معك في الغرفة. ولو لم يكن معك لما شرع الله أن تقول في صلاتك في جلسة التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هل جميع الناس؟ والله يا أيها الأشاعرة أنتم تحتاجون إلى دورة تأهيل في العقليات، في البديهيات بالأحرى. نعم، واضح كيف. الله صلى الله عليه وسلم صحيح أنه توفي بجسده، نعم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزال بين ظهرانينا. هو الآن أنت أتيت بكلام متناقض لا يقوله إلا واحد كالسيوطي الذي يقول البشر موجودين يمكن أن يوجدوا في أماكن مختلفة وفي نفس الوقت كذا، وهذه سفسطة. وهو القائل حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرضوا أعمالكم عليه فما وجدتم من خير حمدت الله عليه. وهذا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجوده بين ظهرانينا مو بالجسد، الجسد ماله مو هو الفعال، إذن وجوده ليس بالجسد، إذن كيف؟ لكن سلطان النبوة المتمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر. هذه سفسطة، هذه سفسطة. تقول هو موجود لأننا نقول السلام عليك أيها النبي، ثم بعد ذلك تقول لا هو مو موجود معنا بجسده لكن سلطان النبوة. طيب، سلطان النبوة عبارة عن الأوامر والنواهي وما يتعلق بالنبوة من حب للنبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك، مسائل معنوية، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود. وإلا مثلا صاحب هذا الكتاب موجود بين ظهرانينا وصاحب هذا الكتاب موجود بين ظهرانينا لأن كلامه باق ولأننا نترحم عليه. هذا الكلام لا يقوله إنسان عاقل يا أخي المستمع. فالله المستعان. واعذروني أنا ما أدري ليش لما آتي بكلام للبوطي أتكلم بحدة نوعا ما. هو أنا أدري ليش، لكن لا أحب أن أتكلم بحدة عموما في ردودي، لكن أحيانا الإنسان يغلب عليه طبعه وقلبه. طيب، هذا الشيخ المطمطم، ولا يقول أحد منكم إنني أسبه أو أتكلم عنه بسوء. هو قال عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، فأنا قلتها عنه لأنه يرتضيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقولها عنه.
فالمطمطم ينسب كلاما للإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي عنه، نسمعه. التصوف لا يقل أهمية عن الفقه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذلك قاس لم يذق قلبه يعني الشافعي رحمة الله عليه يقول عن الفقهاء الذين هم ليسوا صوفيا أن قلوبهم قاسية. الشافعي بنفسه قال هذا الكلام. وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. أما الصوفي نعم جهول إذا لم يكن عنده شيء من الفقه، وأحيانا حتى لو كان عنده شيء من الفقه. فالمتكلم هنا فقيه شافعي ولكنه صوفي، فللأسف يعني يقع بزلات كبيرة. هذا الشعر لا يثبت عن الشافعي أبدا. والثابت عن الشافعي رحمة الله عليه عكس ذلك. روى البيهقي عن الشافعي رحمة الله عليه: ما رأيت صوفيا عاقلا قط إلا مسلم الخواص. تنبيه، هذه محرفة في المكتبة الشاملة، كلمة عاقلا غير موجودة. ما رأيت صوفيا عاقلا قط إلا مسلم خواص. وعنه رحمة الله عليه يقول: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه 4 خصال: كسول، أكول، نؤوم يعني كثير النوم، كثير الفضول. طبعا البيهقي يقول إنه عاشر بعضهم ممن عرف بالصلاح وكذا، لكن المقصود هو يذم الصوفية. وروى عنه كذلك يقول: لو أن رجلا تصوف أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. هذا فيديو جميل، خلينا نراه. داخل عليك يقول لك: بابا انا عملت حادثه بالعربيه، وانت يا عيني بتسح دموع وتشحتف واخد لك غرزتين هنا ومتكسح كده وداخل الحق انا عملت حادثه بالعربيه. ايه عربيه؟ طب وايه ده منك؟ طب حد حصل له حاجه؟ طب انت سليم؟ طب قول لي ايه اللي يحصل؟ مع انك لسه مضيع عربيته. هيعمل ايه؟ هيرحمك. انما لو دخلت على بابا ايه عايز ايه يا ابني؟ عربيتك مالها؟ سليمه بس كل حاجه لوحدها. شوف انت بقى ابوك هيقول لك ايه؟ قاموس بعيد عنك هيسمعه لك كله، يمكن على الاقل هيجيب لك من الف للسين مثلا، وعنده استعداد يشتم نفسه في موقف زي ده. انت داخل تحرق الدم، انما لو داخل يا بابا وبتاع، وهجيبها لك على حاجه صغيره مش كبيره. ابنك داخل عليك بيعيط: في ايه يا ابني؟ في مالك؟ مش هحتف نفسك كده ليه؟ ال5 جنيه اللي انت اديتها لي مالها؟ ضاعت. فداك 105 جنيه، ايه المشكله؟ طب انت بتعيط كل ده عشان 5 جنيه؟ ده انت والله وطبطب عليك يرحمك. انما لو انت واقف انت وهو ومداك 5 جنيه وقمت مقطعه كده، هي نفس ال5 جنيه، هيعمل فيك ايه؟ نفس القاموس اللي فات بس من السين للاخر، مع ان هي 5 جنيه بس حاجه تحرق الدم. فانت لما تيجي لربنا عامل ذنب صغير وانت شايفه صغير يغضب. دي سيجاره، كل ده عشان سيجاره يغضب. انما لما تبقى عامل ذنب حتى لو كان كبير وانت ظهرك مقسوم ورقبتك مدلدله وزعلان ومتضايق، يرحمك. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والقبول والغفران لسيء ما يراه منا. ننتقل للفيديو التالي، هذا أرسله لي. السلام عليكم يا أولاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين الله؟ السماء فوق العرش. ما شاء الله. مين دول؟ الشيخ محمد شمس الدين، موسى محمد شمس الدين، ساكن في سوريا. لا، ساكن في ألمانيا، بس هو بقى سوريا. طيب يلا قولوا للشيخ محمد أساميكم. أنا اسمي أغير، قولوا في الفيديو عندك. أنا اسمي أسلم، قولوا في الفيديو عندك. أسلم وأغيد؟ ماشي. السلام عليكم. ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلهم من الصالحين وأن يبارك فيهم وفي والدهم، وأن نراهم في المستقبل من خيرة شباب هذه الأمة. هذا فيديو لواحد من الأحباب أشعري، والله حالهم تستحق الشفقة، لكن الله المستعان. هذه الصورة كذب هذه الصورة كاتبين آيات: ويبقى وجه ربك الله له وجه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله له يد، وهكذا. فهذا مزعوج من الصورة. يقول: هذه الصورة كذب وافتراء على الله. يقول الإمام علي: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. فقال رجل: يا أمير، أكفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ فقال: لا، بل بالإنكار، ينكرون خالقهم ويصفونه بالجسم والأعضاء. فقال ابن الحنبل قال: من قال إن الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. يا الله، شوف
هذا الكلام كله يجمعه لك، يعني إذا بدك تبحث عن المصدر تجد واحد كذاب اسمه ابن المعلم القرشي، كان كبده مفتوتا من بغض ابن تيمية، فصنف كتابا ملأه بمثل هذه الأكاذيب، ونسب شيء كلام لعلي وكلام لعلي بن أبي طالب. طبعا بعضها أخذها من مصادر شيعية وبعضها حرف فيها شوي، ونسب كلاما للشافعي ونسب كلاما لأحمد ما شابه ذلك، كله لينصر التجهم. سبحان الله، يعني حججهم باطلة وداحضة. وعند أهل السنة الحجج من الكتاب والسنة. يعني شوف، والصورة اللي زعجته فيها آيات، راح يقول لك كلام باطل لعلي بن أبي طالب وأحمد الحنبل. أحمد بن الحنبل في عنده مدري إيش كده. نحمد الله على العافية، ورضي الله عن علي وعن أحمد بن حنبل كلاهما أئمة المسلمين. هذا الصوفي يقول لنا مغالطة ليرد بها على أهل السنة. واحد بيحب سيدنا الحسين، يعني أنا دائما لما أنظر إليه أتذكر عمل خالد. ايه مزعلك انت في كده؟ قوم يجيب له آية يقول واحد يحب سيدنا الحسين، ايه اللي مزعلك كده؟ طيب ما نحن نحب الحسين عليه رضوان الله، فليش بدنا نزعل إذا واحد يحب الحسين؟ قوم يجيب له آية نزلت في واحد كان بيعبد صنم. أيوة، إذا هذا الذي يحب الحسين عبد الحسين، فنأتيه بآية نزلت في من عبد الصنم، هو مو عاجبه هذا الشيء. يا راجل حرام عليك. ايش؟ يا راجل حرام عليك. ليش حرام؟ دي بدعة. ده هذا الأسلوب في استصدار الفتوى من كبريات البدع حتى سألوا الباحث التي تؤدي إلى الضلال وتدخل صاحبها النار. مع أنه على فكرة هو جاء بالكلام هنا على وجه أوفق، يعني أكثر موافقة للواقع، وهو ليس يوافق الواقع ولكن أكثر موافقة للواقع مما جاء به ذاك. المهم نسأل الله يهدي ذاك ويهدي هذا. إنك تتهم مسلم بالكفر أو تصوغ له آيات ما نزلت في أهل القبلة ولا نزلت في الموحدين إطلاقا. يقول لك اتخذوا من دون الله آلهة. هو أنا بعبد الحسين؟ أنا بحبه. في حب، جميعنا يحب الحسين عليه رضوان الله، لكن في تصرفات هي عبادة. اللي نزلت فيها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ده واحد ليه طقوس معينة بيتعبد لحجر. الآن ما الفرق إذا كان الشخص هذا تعبد لحجر أو تعبد لبشر أو تعبد لخنفساء أو تعبد لغيمة أو تعبد للشمس أو تعبد للقمر؟ ما الفرق؟ كل ذلك يجمعه أنه أشرك مخلوقا في عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني وجه عبادات مما لا ينبغي إلا لله هو وجهها لمخلوق. شوف مثال على ما نتكلم حوله. مدد يا مولانا يا حسين. هم يطلبون المدد من الحسين. هل الحسين سميع مجيب الدعاء؟ لا. هل الدعاء ينبغي أو يجوز لغير الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، الحسين عبد مثلنا فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذا أسلوب أمر يراد به التوبيخ. ثم ذكر صفات الأصنام لأنهم كانوا يعبدون أصنام، ولكن عندما يوجه الدعاء لغير الأصنام فلا فرق، لأنه عمل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا سماهم؟ قال: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فسماهم شركاء، ما قال شركاء الله. الله يقول شركاؤكم، لا ينسب الشريك لنفسه هنا لأنه شريك مزعوم باطل. ثم في الآية التي تليها قال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. طيب الحسين لا يستطيع نصرنا ولا نفسه رضي الله عنه يستطيع أن ينصر، قتل رحمة الله عليه. إنما واحد بيحب واحد إكراما لخير البشر، ده من كبريات علامات ودلالات الإيمان يا عباد الله. نعم، نحن نحبه إكراما لخير البشر ولأنه صاحبه وابن بنته وحبيبه وحبيب الله، فنحبه أيضا لحب الله إياه ولحبه
رب العالمين، فنعم نحن نحبه ونحن أولى به منكم. اعتراضنا على أنكم توجهون العبادة إليه وليس على أنكم تحبونه إن كنتم صادقين. منكر للسنة يقول 80% من المسلمين يعيشون تناقضا ليس له نهاية. هنا في أوروبا أو في أمريكا أو في أي قارة يلتقي المسلم مع أجنبي، يتكلمون مع بعضهم، يقول له What is your religion؟ I'm a Muslim. يقول أنا مسلم وانتهى الموضوع، وهذا هو الحق. لكن عندما يلتقي مع أخاه المسلم، هل أنت مسلم؟ أجل. من أين؟ من السنة من الشيعة؟ لا أنا شيعي. يا رجل أنتم كفار. وعندما تلتقي مع أخوك السني، هل أنت سني؟ أجل أنا سني. من أي مذهب؟ أنا صوفي. يا رجل أنتم تعبدون القبور. وكذلك أنتم عندما تلتقون بمسلم تقولون له أنتم تعبدون البخاري من دون الله، وأنتم تعبدون مسلما وابن ماجه من دون الله، وأنتم أشركتم النبي صلى الله عليه وسلم مع الله. يعني واحد مثلك ليس بريئا وتطلع نفسك أنه أنت اللي جاي تقيم المسلمين. ثم بعد ذلك المشرك في أمريكا لما يسألني هل أنت مسلم أقول له نعم مسلم. إذا كان يعرف في المذاهب الإسلامية سيسألني سني ولا شيعي، وأنا سئلت أكثر من مرة من أناس مثقفين ويعرفون التفاصيل هذه فيسألوني عن المذهب العقدي، فهذا شيء معروف. وبعضهم هو لا يهتم أساسا بهذا السؤال، لأنه بنظره المسلمون كلهم عبارة عن جماعة كفار وما شابه ذلك، يؤمنون بنبي هو يكذبه إلى آخر ما هنالك. وكذلك أنا قد أسأل شخصا عن دينه فيقول نصراني، لا أهتم بقى هل هو أرثوذكسي ولا كاثوليكي ولا إنجيلي ولا من شهود يهوه، ولكن أحيانا أنا أسأل إذا كان بدي أناقشه أو بدي أدخل معه في بعض القضايا فأقول له أنت من أي طوائف، فيقول مثلا من شهود يهوه، فأقول له في أشياء وأدخل معه في نقاشات في هذا الباب. كما أنك أحيانا أنت تلتقي بشخص فتقول له أنت من أين؟ فيقول لك من إسبانيا. من إسبانيا انتهى الأمر. لكن إذا قال لك من السعودية ماذا تقول؟ من أي مدينة؟ فيقول لك من مكة، من المدينة المنورة، من أبها، من حائل، من الرياض. تمام. إذا كنت أنت من أبناء مكة فتقول له من أي حي في أي حي تسكن، وإذا أنت سألت هذا اللي في إسبانيا وأنت كنت تعرف إسبانيا وتعرف تفاصيلها ورايح وزائرها كثير ستسأله من أي مدينة في إسبانيا. وإذا عرفت المدينة في أي حي جنب أي معلم سياحي، ليش؟ أنت تعرف أنت تفاصيل هذه. أما إذا كنت ما تعرفها فإسبانيا كلها بالنسبة لك واحد. ثم أنتم منكرو السنة لستم واحدا، فمذهب علي كيالي غير مذهب شحرور، مذهب شحرور غير مذهب عدنان إبراهيم، بينكم خلافات كثيرة وكلكم يعني مختلفون في العقائد وفي الأحكام وفي تعاملكم مع القرآن الكريم وفي تحريفاتكم للقرآن الكريم، كلكم تختلفون فيها، وحتى في عباداتكم وما شابه ذلك تختلفون. فنحن عندما نلتقي بواحد من منكري السنة نقول من أي الكفار أنت؟ يكفرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أي الكفار؟ شحروري، لا أهلا ولا سهلا، عرفناك. واحد يقول كيالي، عرفناه، كل له فكره. وعلى سيرة هؤلاء الذين يطلبون المدد من الموتى خلونا نختم بهذا. وكأنه دبكة على فكرة، كأنه عرس ولا شيء من هذا القبيل، تصفيق وحركات، شوف حركات أطفال صغار، وهذا مدري إيش يعني، وهذا عبادة. هذا شكله واقف يتفرج أول مرة داخل علينا، المفروض أنا أصير هيك، بس بعدين تفاعل معه صار حرك إيده، بس خجلان يعني، خجلان من الموضوع. هذا دخلنا في النار. وهذا الذي يتقافز يمكن يوم الجمعة تلاقيه جالس على الكرسي يصلي على الكرسي. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، والله لا نريد لهم إلا الهداية ولا نحذر منهم إلا لنبين للناس حتى لا يقعوا بشراكهم، وإلا لسنا يعني نريد أشخاصهم، والله المستعان. السلام عليكم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.